لو فاكر إن ذاكرتك عاملة زي كارت الميموري كده بتسجل اللي حصل فعلا، فأنت غلطان. أنت ما بتفتكرش حياتك زي ما حصلت. عالم النفس الشهير دانيال كانمان الحائز على جائزة نوبل اكتشف قاعدة غريبة اسمها بيك اند رول. لما بنقيم أي تجربة مرينا بيها، مخك ما بيحسبش المتوسط كده بتاع الأحاسيس اللي حسيتها خلال التجربة دي، لكنه بياخد أعلى نقطة وآخر نقطة، ومن خلالها بيقيم هذه التجربة. في الدراسة دي جابوا مجموعة من الناس وحطوا إيديهم في مية متلجة لدرجة بتوجع عشان يشوفوا درجة تحملهم للألم وتقييمهم لهذه التجربة. ناس منهم سابوا إيديهم في المية المتلجة، وناس تانية خلوا المية تدفى في الآخر شوية، يعني إيدهم في المية اللي بتوجع لمدة طويلة جدا لكنها دفيت سيكة كده في الآخر. وسألوا المجموعتين هل مستعد تكرر التجربة دي تاني؟ الناس اللي كانت إيدهم في المية المتلجة قالوا لا طبعا، لكن اللي إيدهم كانت في مية دفيت شوية في الآخر قالوا عادي ممكن أكرر التجربة دي مفيش مشاكل، مع إنها قعدت في المية المتلجة لفترة أطول، لأن الذكرى دي اتسجلت في دماغهم إنها ذكرى لطيفة كده كان نهايتها حلوة، وما قيموش متوسط الأحاسيس اللي حسوا بيها خلال التجربة كلها. وده بيحصل طول الوقت في حياتك. ممكن تتفرج على فيلم عظيم لمدة ساعتين لكن نهايته وحشة فتقفل من الفيلم وتخرج وتقول ايه الفيلم ده يا جدعان محدش يشوفه، مع انك استمتعت ساعتين. نفس الكلام بينطبق على ذكرياتك عن شغلك وحياتك وطفولتك. انت مش بتفتكر اللي حصل بالظبط، لكن بتفتكر النهايات واللقطات اللي كان فيها انفعالات عالية وتقيم على اساسها الذكريات دي. فموضوع ان الانطباعات الاولى تدوم مش حقيقي، المهم اللي هيحصل بعد كده. اللي قول لي صحيح، حصل في حياتك حاجة شبه اللي بنتكلم عنه ده؟